اليوم جيت نعاود لكم قصة ديال واحد البنت. هاد القصة وقعت سنين هادي، وبالضبط في منطقة سوس. وبالنسبة اللي ما عارفش قصة بغلات القبور، انا نعاودها لك. كانت واحد المرا كتعيش عادي مع رجلها. في واحد النهار مات، وكيف ما كتعرفوا العدة ديال المرا اللي ميت لها الراجل هي 4 شهور و10 ايام. هي ما احترمتش هاد المدة وزنات فيها. داكشي علاش كيقولوا الناس من ورا ما مات رجعات، ولكن بصفة جنية، نصها مرا ونصها بغلا. بنهار كتكون ناعسة مع الموتى، وبالليل كتبان في جنب الطريق اللي حدا المقبرة، واي ذكر بان ليها كتقتلو، سوا راجل كبير ولا دري صغير. وبعض المرات كتدفنهم حيين، ولكن النساء ما كتأذيهمش. كاين اللي كيقول باللي شافها، وكاين اللي تيقول باللي سمعها. كترات الهضره بزاف على بغلة القبور. من بين الأسطورة والحقيقة حنا ما عارفين شنو طرا بالضبط، وغادي نعاودو قصة بلسان البنت اللي عاشتها، وانتم حكموا في الاخر. مرحبا بكم في القناة ديالنا. الى عجبتك القصة ما تنساش دير لايك وابوني باش يوصلك ديما الجديد. ما نكترش عليك في المقدمة، دخل لفراشك، سد عينيك، وخلينا نكملوا القصة. سميتي فاطمة، وعندي 65 عام، وغادي نرجع بكم سنين اللور باش نعاود لكم قصتي بالتفاصيل ديالها. عارفة بلي كاين اللي ما غاديش يتيقني، ولكن هادشي وقع ليا بصح، وجيت باش نتشاركو معكم. كنت عايشة في جنوب المغرب، وفي ديك الوقت كانوا الاغلبية ديال الرجال كيبغيو يولدوا غير الدراري. اخي بحاجة تقدر توقع ليك هي تزادي بنت، وخصوصا في ديك المنطقة. الوالد ملي عرف بلي امي ولدات بنت تعصب بزاف وما عجبوش الحال. من صغري هو كيتعامل معايا على اساس انني دري، كيخرجني نسرح، كيقطع ليا شعري، وحتى من اللباس ديالي كان كيشري ليا ديال الدراري. وما كانش كيعيط ليا بسميتي، كان كيعيط ليا الحسين. عشت حياة صعيبة مع الوالد، وبحال اي بنت ملي وصلت سن المراهقة بديت كنبغي واحد الدري ساكن حدانا في الدوار. كنخرج نسرح غير باش نشوفو، وهو الوحيد في الدوار اللي عارفني بنت. الا شفتيني واقفة معاه ما تفرقش بيني وبينه، كنبانو بحال شي جوج صحاب، حيت انا ما كنتش غليظة وما كانوش كيبانو المفاتين ديالي. وحيت تربيت على اساس انني ولد، وليت كنتصرف بحالهم، كناكل بحالهم وكنهضر بحالهم، لدرجة المشية كنمشي بحالهم. حتى من شعري ما كنتش كنخليه يطول، ديما كنت كنحسن بحال الدراري. داك الدري هو الوحيد اللي كنعرف حقيقتي، وهو الوحيد اللي ارتحيت ليه وعاودت ليه كل شيء. قدامو بوحدو كنتصرف على اساس انني بنت. ديك القبيله كانوا كيزوجوا البنات صغار، والدراري على 15 16 عام. انا كانت عندي 13 عام، ولكن الوالد حيت كان كيشوفني دري ما تسوقش ليا، وما قالش بلي راه خاصني نتزوج. اصلا شكون غادي يبغي يتزوج بيا وهما عارفين بلي الوالد عنده غير الدراري. داك الولد قال لي بلي بغا يجي يخطبني من دارنا. قلت له لا، حيت كنت عارفه ردة الفعل ديال الوالد وغادي يقول لا. وقلت له بلي غادي يجبد علينا غير الصداع. قال لي قلت لك بلي غادي نجي، غادي نجي. وداكشي اللي كان جا عندنا للدار، وكيف ما توقعت قال لي الوالد انا ما عندي بنات للزواج، عندي غير الدراري. بقينا كنحاولوا معاه انا والوالده، وجرني من يديا وقال لي واش انت مازال ما باغي تفهم، راك دري، ومشى في حاله. داك العام كترات الهضره عندنا في القبيله على بغلة القبور. كانوا كيطراو شي حوايج غراب في القبيله، كل شويه كيلقاو شي راجل مقتول ومذبوح بحال لا شي جيب فارسو، ولاو كيخلعوا الدراري الصغار بها باش ينعسوا في الليل. الوالد ديك الساعه ما بقاش كيخليني نخرج، وإلا خرجت كيخرج معايا شي واحد في خوتي. داك الولد اللي جا خطبني ما بقاش قادر يشوفني، وقال لي بلي خاصنا ضروري نهربوا من هنا ونعيشوا في شي بلاصه اخرى.
قلت ليه واش تسطيتي؟ راه غادي يبقاو تابعينا تيقتلونا. قال لي هذا هو الحل باش نعيشو انا وياك، ولا ما غاديش يزوجونا. الامازيغ عندهم قضية الشرف هي الاولى، وإلا مشى شي واحد وسخ السمعة ديالهم كيحلو داكشي غير بالدم. هكا كانوا كيفكروا في ديك الوقيته. انا كنت خايفة من الوالد بزاف، ولكن قلت لين غادي نبقى هكا. هزيت حوايجي وخرجت في ديك الليلة عند الدري اللي سميتو محسن. مشينا كنجريو جهة الغابة هازين حوايجنا، وواحد اللامبة مضوية علينا. كيقول لي محسن جري وما توقفيش، حيت الا عاقو بينا غادي يتبعونا، خاصنا نبعدو بزاف. كان الظلام وكنت خايفة، وكنسمعو شي اصوات غريبة. اصلا الغابة معروفة عندنا باللي فيها حيوانات مفترسة. بقينا غاديين كنجريو، وكل ساعة كنقول ليه راه عييت، كيقول لي غير يلا مازال ما بعدناش عليهم. حتى تاكلت وطحت. ملي ضوا محسن شفناه شعكلني، تصدمنا. لقينا بنادم مقتول، كان داكشي ما فيه ما يتشاف. وبديت كانت تقية. قال لي راه يقدر يكون شي حلو في قتلو. قلت ليه لا، هادي بغلاط الروضة. قال لي واش نتي كتيقي هادشي؟ راه قالوها بالعاني غير باش يخلعوا الدراري الصغار، راه ما كاين والو. نوضي نمشيو قبل ما يلقاونا ويصفيو علينا. نضت هزيت حوايجي ومشيت، واخا قلبي كان مقبوض عليا وحاسه بشي حاجه غادي توقع. وداك الراجل اللي شفنا ميت ما بغاش يحيد ليا من بالي، حيت ما كانش ميت موتة عاديه. حسينا براسنا بعدنا على القبيله، كان فينا الموت ديال الجوع والعطش، وقعدنا ناكلو اللي قسم الله. ديك البلاصه اللي جلسنا فيها كانت في شكل مظلمه بزاف، واخا شعل اللامبه. الضو ديال القمرة ما بقاش كيبان. انا كنت خايفة بزاف، ولكن هو قال لي غادي ندوزو الليلة هنا، حيت القبيلة اللي جاية مازال بعيدة وانتي عيانة. قلت ليه واخا، ولكن انا خايفة. قال لي ما تخافي والو، غير ارتاحي، انا غادي نبقى فايق مقابلك. كنت عيانة بزاف وداني النعاس. ملي فقت ما لقيتوش حدايا، لقيت غير الاثار ديال الدم، وشي اثار ديال رجلين ديال عاود ولا بغل. بقيت كنقول فين مشى محسن، اش هاد المصيبه؟ بقيت كنجري في وسط ديك الغابه كي الحمقى. خفت نرجع للقبيله ويقتلني الوالد. داكشي ليش بقيت غير كنجري وسط ديك الغابه اللي ما كانتش بغات تسالي. حتى لشويه درت على اليمين ديالي وهي تبان ليا واحد المقبره، وتما تصدمت، حيت ما كنتش عارفه بلي البلاصه اللي نعسنا فيها هي المقبره. اول حاجه طاحت ليا في بالي هي بغلة القبور، وكنقول الا كانت بصح خطفاتو علاش ما سمعتوش. طاح عليا الظلام تاني، وليلتي التانية في هاد الغابة. في وسط الظلام كنحس بلي شي حاجة تابعاني، شي اصوات كيقربوا ليا. كل شوية كندور وما كنلقى والو. كنت بغيت غير نخرج من تما، والطريق بحال الا كتعاود من الاول، كاع ما بغات تسالي. شوية خرجت ليا قدامي، كانت هي اول مرة كنشوفها. ركابية فشلو عليا، سلمت امري لله وقلت صافي، هادي الاخرى ليا. ما كنت حافظة حتى شي صورة من القرآن باش نقراها. هي تابعاني وانا كنجري، تاكلت وطحت. جراتني من رجليا وانا كنغوت، توصلت بيا لحدا المقبرة ورماتني. صدمت، لقيت حوايج محسن عامرين بالدم. بانت ليا واحد الحفرة، ملي طليت فيها بان ليا هو مدفون تما، كان ميت وشابع موت. صافي عرفت انني عيتي غادي تكون تما. كانوا حوايجي كاملين مقطعين، كنت عاطيها بالظهر. ملي درت وشافت فيا تصدمات ورجعت للور، وهي تلق واحد الغوتة اللي هزاتني من الداخل. صوتها ضرني في ودني، طحت في الارض. وملي فقت الصباح بقيت كنقلب راسي وكنقول واش انا حية. لقيت راسي كاملة عريانة، وعاد فهمت باللي الأسطورة اللي كيقولوا على بغلة القبور حقيقية. هي كتقتل غير الرجال، وملي شافتني عريانة وعرفتني بنت بعدات عليا.
نض ولبست داكشي اللي لقيت ديال الحوايج تما. بقيت كنعرج ورجلي كاملين دمايات، وبالصدفة تلاقيت بواحد المرا كتحطب. شافتني في ديك الحالة وقالت لي بنتي اش كديري هنا؟ عاودت لها كلشي. شفت عندها واحد البغل وتخلعت. قالت لي اجي ركبك بنتي، انا راه من القبيلة الاخرى وباقا بعيدة. قلت لها لا غير ركبي انتي، انا نمشي على رجلي. داتني معاها لقبيلتها، كبرت تما وعشت تما، طولت شعري وتزوجت، درت وليدات، وانا دابا عايشة وعندي 65 عام. وديك القصة مازال كنتفكرها حتى لدابا. ملي كنعاودها لحفادي كاين اللي كيخاف وكاين اللي كيقول هادشي غير تخربيق، كيف ما غادي تقولوا حتى نتوما ملي تسمعوا هاد القصة. هنا كتسالي القصة ديالي، نتلاقاو في شي قصة اخرى.